ادعى النبوة، ومن ضمن الحاجات اللي فرضها على الناس اللي امنوا بيه او اتبعوه ان هم لو كانوا رجالة يبقى كل واحد فيهم هيبوسوا 3 بوسات لما يدخلوا عليه، اما لو كانوا ستات فالوضع مختلف خالص، الستات دول هيبوسوه 23 بوسة. مين ده؟ ده نبي الاسكندرية صلاح شعيشع، واللي ادعى النبوة وامن بيه او اتبعه اطباء ورجال اعمال وسياسيين، ده غير حاجات تانية فرضها على الناس اللي امنوا بيه. فقصة صلاح شعيشع قصة غريبة، لو انت عايز تعرفها فخليك معايا. بسنة 1922 اتولد صلاح شعيشع في اسكندرية، ولما كبر دخل كلية الطب، وكان من الطلبة المتفوقين في الكلية، يعني كان بيجيب تقديرات حلوة، وكان المفروض ان هم ياخدوه معيد، لكن الكلية رفضت ان هي تاخده معيد وخدت واحد تاني، لان اسلوب صلاح شعيشع ما كانش حلو، كان شخص متنمر ولسانه طويل ومفيش حد عاجبه في الدنيا دي. فالكلية شافت ان هو ما ينفعش ان هو يكون دكتور باسلوبه ولسانه الطويل ده ويدرس للطلبة. فابو صلاح يا سيدي بسبب القصة دي حزن شوية، لكن بعدها راح فاتح عيادة باطنة وبدأ ان هو يشتغل فيها، لكن العيادة في الاول ما كانتش معروفة وكانت بتخسر وكان بيدفع من جيبه. طب ابو صلاح يسكت؟ لا، ما سكتش، راح مغير نشاط العيادة خالص، بدل باطنة حولها لنساء وتوليد، لكن العيادة برضه ما كانتش شغالة ولا كانت بتجيب فلوس. راح بدأ يعمل عمليات الإجهاض اللي هو الشغل الشمال، يعني واحدة وعايزة تنزل العيل تروح لأبو صلاح، وأبو صلاح خد شهرة في الموضوع ده وبقى مالك الإجهاض. طب يا عم أنت عمال تحكي لنا على الراجل، ما هو الراجل شخص عادي، فين حتة إن هو ادعى النبوة؟ شوف يا سيدي، صلاح شعيشع لغاية هنا كان دكتور شغال في الشغل الشمال، لكن في يوم عربية صلاح عطلت فراح موديها للميكانيك، الميكانيك وهو عمال يصلح في العربية بدأ إن هو ياخد ويدي مع أبو صلاح في الكلام. الراجل حكى له إن هو كان ملبوس، فراح لواحد من الشيوخ عشان يحل له المشكلة دي. ده شيخ طبعا من بتوع السحر والشعوذة، مش شيخ يعني. المهم الراجل دفع له 7 جنيه عشان يحل له القصة دي. أبو صلاح ما عجبوش الكلام وقال له إزاي تدفع في حاجة زي دي 7 جنيه؟ ده سحر وشعوذة، أنت لازم ترجع الفلوس دي. الراجل قال له إزاي؟ قال له تعالى معايا وأنا هروح معاك وأجيب لك ال7 جنيه دول. وبالفعل راح صلاح شعيشع والميكانيكي للشيخ الدجال، ولما طلع لهم الشيخ اول ما شافه قال له اهلا يا صلاح. ابو صلاح استغرب لكن طلب منه انه هو يرجع للراجل ال7 جنيه. الشيخ الدجال قال له انا هديك 10 جنيه لو عرفت في ايدي دي فيها ايه. ابو صلاح قال له ده كتاب عادي يعني. الشيخ قال له ده كتاب فيه 15 صفحه، فيه اسمك وعنوانك ومراتك وعيلتك، قصه حياتك كلها. وابو صلاح لما مسك الكتاب وقرا اللي فيه عرف انه مكتوب فيه قصه حياته، وان كلام الشيخ الدجال ده طلع صح، والكتاب مكتوب فيه حاجات شخصيه عن صلاح ما كانش حد يعرفها غيره. ومن هنا يا سيدي بدأ صلاح ان هو يلازم الشيخ ده عشان يتعلم منه كل السحر والشعوذة اللي هو يعرفها، وفضل ملازمه لمدة 5 سنين. وكان الموضوع مش مقتصر على الشيخ ده بس، ده فضل يروح لشيوخ تانية عشان يتعلم منهم. بعدها على طول راح داخل على الطريقة الصوفية لكن ما كملش فيها، وبدأ صلاح شعيشع ان هو يشتغل في الدجل واشتهر بين الناس باسم الدكتور صلاح. وبدأ بعدها ان هو يتقرب من رجال الاعمال الموجودين في اسكندرية، وطبعا كان بيخلط بين العلم اللي هو الطب وبين الدجل، وكان عامل كوكتيل كده ماشي بيهم بين الناس. فطلعت في دماغه حته ادعاء النبوه، وبدا ان هو يصدق من جواه ان هو نبي. طب ازاي؟ قال لك ان جسد النبي سيدنا محمد ده مات، لكن روحه انتقلت من سيدنا محمد لصلاح شعيشع، وان هو من بعده هيكمل الدعوه وهيصح الفساد اللي بقت في الناس. فاول حاجه عملها بعد كده ان هو قال لمراته ان هو نبي وان هي السيده خديجه، على اساس ان هي السيده خديجه ام المؤمنين، لكن مراته لا اقتنعت ولا صدقت الهبل والهطل اللي هو بيقوله. فراح هو شاف ان هو مفيش فايده فيها فراح مطلقها. فبدا بعدها يقنع في الممرضه بتاعته اللي كانت شغاله معاه في العياده، وبالفعل اقتنعت واتجوزها. لكن هو ما اكتفاش بالقصه دي، فقرر ان هو لازم يعلن النبوه بتاعته بين الناس، واختار يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه طلع بين الناس وقال لهم ان هو ان هو نبي. لكن الناس هجمته، لكن هو ما استسلمش، فبدأ ينزل في الأماكن أو المناطق اللي فيها ناس بسيطة أو الجهلاء يعني، وبدأ يقنعهم بالنبوة بتاعته، وكان بيفسر القرآن على مزاجه وعلى مزاج الناس اللي آمنوا بيه، فزاد عدد أتباعه. ومن ضمن الحاجات الغريبة اللي في قصة صلاح شعيشع إنه كان عنده واحد صاحبه اسمه أحمد، ده دكتور كان متجوز واحدة دكتورة اسمها نشوة. الاتنين اقتنعوا إن هو نبي وآمنوا بيه، وكمان ادوا بيتهم عشان يكون مقر لدعوة نبي الاسكندريه. ومش بس كده يا سيدي، ده كمان صلاح شعيشع اقنع الدكتور احمد ان في اوامر سماويه جات ان النشوه دي هتكون هي ام المؤمنين، وعشان تكون ام المؤمنين لازم يعاشرها صلاح معاشره الازواج. لكن الغريبه في القصه دي ان احمد وافق، وبالفعل عمل صلاح كده مع نشوه. ومن بعدها بقت احلام نشوه احلام مقدسه، وكان بيفسرها صلاح على هواه وسماها تنزيلات نشوانه.
وصلاح شعيشة يا سيدي كان مقسم اتباعه لملوك وصعاليك. الملوك اللي هم امنوا بيه من الاول، اما الصعاليك اللي هم امنوا بيه متاخر وكان بياخد منهم فلوس. ومش بس كده، ده كمان كان بيعاشر زوجات اتباعه وهم كانوا شويه مغيبين، مفيش اي حد منهم بيعترض. وكان من اتباعه يا سيدي رجال اعمال واطباء ومهندسين في اسكندريه، ووصل عدد الناس اللي اتبعوه وامنوا بيه ل 1200 واحد. لكن في سنه 1985 بدات المباحث ترصد القصه دي، وبعدها تم القبض على صلاح وعلى مريديه في شقه في سيدي جابر، وتم الكشف عن الارباح والفلوس اللي هو عملها واللي كان بياخدها من المريدين بتوعه. واتحكم على صلاح شعيشة نبي الاسكندريه واللي ادعى النبوه ب5 سنين سجن. وبعد ما انتهت فتره السجن بعدها ب3 سنين مات صلاح من غير ما حد يعرف عنه اي حاجه. وبكده يا سيدي نكون خلصنا قصه صلاح شعيشة مدعي النبوه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.